السلام عليكم. الرمان مالي المحلات والسوبر ماركت والهايبرات، وسعره تحفة جدا اليومين دول وعلى قد الايد. هنعمل منه احلى دبس رمان طبيعي من غير اي مواد حافظة، ومضمون 100% طبعا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي، وتحطوا لي لايك. يلا بينا نخش على الطريقة. عندي حوالي 2 كيلو ونص من الرمان، وكان عندي شوية في التلاجة مفرطاهم تكملة. هفرطهم بقى كلهم. الرمان جميل جدا اليومين دول لان الموسم بتاعه وفريش وتحفة. هشيل الراس بتاع الرمان من فوق، بشيل الدايرة الاولانية دي، ما بوصلش للاخر، يا دوب بقطع القشرة بس واروح شداها بتروح طالعة عشان معصرش الرمان او اقصه بالسكينة. طبعا الرمان بيبقى جواه قشر ابيض كده، القشر بيبقى عامل خطوط، باجي من على كل خط واقطع بالسكينة. طبعا الخط بيبقى عامل فواصل جوه قلب الرمان، فبيطلع معاكي فصوص كده. بس دي الطريقة جميلة جدا لتقطيع الرمان. فرطيه بقى براحتك، بقى عايزة تقعدي تهبدي عليه بالشاكوش ولا تهبدي عليه بالنشابة براحتك، بس انا الرمان عندي مزاج ان انا اقعد افرطه حباية حباية كده. هفرط الكمية كلها بنفس الطريقة. انا هنا بوريكي، شوفي التانية كانت فيها 4 مكان للقشور، بس هنا فيها 5. وهكذا بقى كله بنفس الطريقة. جميل، والرمان كلنا عارفين فوائده ومذكور في القرآن، يعني حاجة ما نستغناش عنها. وطبعا الرمان، ما يعني دبس الرمان ما استغناش عنه في السلطات ولا ورق العنب بياخد السلطة، وطبعا ورق العنب في حتة تانية خالص. خلصت الكمية بتاعي، هشيل بقى اي قشر زيادة فيها كده. طبعا بقى عندي قشر الرمان، ما ترميهوش، يبقى حطيه كده على تحت الشواية بتاع الفرن، يتحمص، واضربيه في الكبة يتطحن معاكي يبقى بودرة. وخشي اعملي سيرش على جوجل واعرفي فوائد قشر الرمان ايه. لو عندك بقى القطعة دي في الخلاط، هي عصارة بتنزل المية العصير لوحده وتاخد التفل لوحده. تمام. مش موجود عندك بالهاند بلندر من غير اي اضافات اي سوائل، تبدأي ان انت تضربي الرمان بتاعك، واما تخلصي تصفيه بالمصفى او بشاش. وبرضو لو ما عندكيش هاند بلندر تقدري تعمليها بالخلاط من غير اضافة اي سوائل، لا مية ولا اي حاجة، و... وتعصريه بالمصفى على مرتين ولا حاجة، بحيث ان هو يتصفى ما يبقاش فيه اي طفل خالص. بس هنا خلصت الكمية بتاعي. جيت صفيته برضو عشان كان في بعض رمانات كده طارت في العصير. وجبت بقى حلة بتاعتي كده نضيفة وفاضية، نشفتها من المية كده على النار، وحطيت فيها الرمان، وعلى نار عالية بقى. اول ما غلى معايا وبدأ يطلع الريم ده شلته. كل ما تلاقي مطلع ريم تشيليه عشان يخليه عمره اطول، ويحافظ عليه ما يعملش يحافظ عليه يقعد معاكي فترة كبيرة، ما يعملش اي ريم ولا اي بكتيريا على الوش. انا كنت حطاه على نار عالية، قعد معايا حوالي ساعة ونص. هنا كان خلاص قلت الكمية، بدأ يتقل معايا بقى، هو لسه ما تقلش بس بدأ يتقل. تعرفي ان هو بقى دخل في السوا كده بالمعلقة، تعملي عليها خط كده تلاقيه سايب علامة. هسيبه شوية كمان يتقل معايا، من غير اي بقى، يعني ممكن في ناس بتحط ليمون وملح ليمون وسكر، لا هو مش محتاج اي حاجة. انا هنا بقى قلت اما اوزن الكمية اللي طلعت هتطلع قد ايه. طبعا هيهيألك ان هو خفيف، بس هو مجرد ما بيبرد بيتقل، والكمية بتاعته بتتقل، بيبقى سميك معاكي. طبعا اللي بنجيبه من بره بيبقى تقيل قوي. انت لو عايزاه تقيل قوي طبعا هتسيبيه على النار شوية حلوين، انا ما بحبش التقيل قوي ده. انا خففته بطريقة ان هو يبقى لا منه تقيل قوي ولا منه خفيف. طبعا عمل معايا حوالي 350 جرام. الرمان انا وزنته وهو مفروض كان عامل 2 كيلو ونص، يعني 2 كيلو ونص رمان مفروض من غير القشر بتاعه، عمل 350 جرام
من دبس الرمان. ده بقى دبس الرمان كان عندي 375 جرام، كنت جايباه في العرض ب15 ريال، يعني في العرض. طبعا في جلوكوز وميه ومنظم حموضه ومواد كتيره وحاجات كتير غريبه مش هتفيدنا. وشايفين لونه غامق ازاي؟ طبعا اكيد بيستخدموا يعني اسوأ انواع الرمان، اي رمان قدامهم بيحطوه، مش بيهتموا زي ما احنا بنعمل. واللون بتاعه غامق ازاي، هو تقيل. طبعا زي ما قلتلك، لو انت عايزه توصلي للتقل ده فيك ان انت توصلي. شايفه اللي احنا عاملينه الطبيعي لونه احمر ازاي؟ فطبعا يعني الطبيعي بتاعنا يكسب، ودي فرصة حلوة جدا ان انت تعمليه في البيت.